السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هل تصدق ان البطاقات اللي في جيبك دي اللي بتشوفها كل يوم من غير ما تفكر فيها دي مش مجرد بطاقة تعريف ولا مجرد ورقة رسمية تثبت انك موجود هنا؟ في الحقيقة انت شايل في جيبك حصن رقمي متنقل، قطعة تكنولوجية بتنافس اقوى انظمة الامان في العالم، وفيها اسرار لو عرفتها هتبص لبطاقتك دي بنظرة تانية تماما. إحنا متعودين نشوف البطاقة كشيء بسيط، اسم، رقم، صورة، تاريخ انتهاء، لكن ورا الشكل العادي ده في هندسة دقيقة وتشفير معقد وتكنولوجيا بتخلّيها مش بس بطاقة، لكن مفتاح لهويتك، لمستقبلك، لمجتمع رقمي كامل حوالينا بيتكوّن كل يوم. خلّيك معايا خلال ال3 دقايق الجايين دول هاكشف لك أسرار مذهلة عن هويتك الإماراتية دي. البطاقة الهوية الإماراتية اللي معاك في جيبك دي فيها أسرار أوعدك إن بعد الفيديو ده هتتعامل معاها بطريقة مختلفة تمامًا. بس قبل ما نبدأ ما تبخلش عليّا بلايك جميل واشتراك في القناة، وتعالَ بينا نبدأ الفيديو. أول سر هنتكلم فيه هو الحصن الرقمي الذي لا يخترق. خُد لحظة وبُص لبطاقتك كويس كده، شكلها بسيط وهتلاقيها بقى ما فيهاش أي حاجة جديدة صح؟ بس في الحقيقة إن هي أعقد مما تتخيل، دي مش مجرد كارت بلاستيك عليه صورتك والّا حاجة، لأ دي قطعة إلكترونية فيها تكنولوجيا أمنية تستخدم في أقوى الجوازات حول العالم. في قلب البطاقة دي في شريحة إلكترونية ذكية، الشريحة دي هي العقل، هي المخزن السري، هي الحارس الشخصي لهويتك، تقدر تخزن فيها أكتر من 144,000 حرف من البيانات المشفرة، يعني فيها معلومات أكتر بكتير من اللي ظاهرة على السطح، من اللي الناس بتشوفها يعني. لكن الغريب والمدهش في الموضوع هي مش كمية المعلومات دي، المدهش هو طريقة حمايتها. البيانات دي مش بتتخزن بشكل مباشر، هي بتتخزن داخل طبقات من التشفير، كل طبقة أقوى من اللي قبلها. يعني لو حد حاول ينسخها هيشوف فيها رموز ما لهاش معنى، ولو حاول يخترقها هيقابل مثلًا جدار من الحماية الرقمية صعب جدًا يتخطاه حتى بخبرة تقنية متقدمة يعني. الهيئة الاتحادية للهوية الجنسية هنا في الإمارات أكدت إن الجيل الجديد من البطاقات دي يستخدم أنظمة تشغيل متطورة بتخلي محاولات التزوير أو الاختراق شبه مستحيلة. لكن خلينا نروح أعمق شوية، إزاي البطاقات بتتأكد إنك فعلًا أنت صاحب البطاقة دي يعني. السر هنا في البيانات البيومترية، لما بتطلع لك البطاقة بتسجل بصمات صوابعك وبصمات الوجه وكل حاجة والعين وكل حاجة، بس مش كصور، لا دي بتتحول لخوارزميات رياضية مشفرة داخل الشريحة. يعني حتى لو اتسرقت البطاقة مثلا أو اتسحب منها بيانات، اللي هيلاقيها بقى المخترق ده هو مجرد رموز مش مفهومة، يعني مش هيلاقي حاجة مفهومة فيها اللي هيخترقها دي، ومفيش أي نظام في العالم يقدر يرجعها لصورتها الأصلية. وده معناه إن أنت الوحيد اللي تقدر تستخدم هويتك الرقمية بالكامل. أنت ممكن تشوف من بره الموضوع بسيط، لكن فعلا الموضوع أعمق وأصعب مما أنت تتخيل. وعلشان الحماية دي تبقى متكاملة، حتى شكل البطاقة نفسه مش بسيط، هي مصنوعة من مادة اسمها البوليكربونات. دي مادة قوية جدًا مقاومة للكسر، بتعيش أكتر من 10 سنين، عشان كده مثلًا إخواتنا المواطنين البطاقات بتاعتهم بتبقى صلاحيتها مدة 10 سنين، حتى اللي عنده إقامة ذهبية مثلًا برضه بتاخد البطاقة دي بمدة 10 سنين، فعشان تعيش معاك ال10 سنين فهي لازم تكون مصنوعة من المادة دي، وتكون حاجة مقاومة للأتربة، للمَيّة، ضد الكسر، كل حاجة. كمان هي فيها رموز دقيقة جدًا، وحبر بيظهر بس تحت الأشعة البنفسجية. ما بيظهرش عادي، لازم تحت الأشعة البنفسجية بيظهر الحبر ده، وصورة كده محفورة بالليزر مش مطبوعة، صورتك يعني علشان ما تبهتش ولا يعني عن طريق الزمن مثلًا تخف أو مثلًا ما بقتش مثلًا باينة زي الأول، ده بيخلّي التزوير أو النسخ مستحيل تقريبًا. يعني باختصار بطاقتك دي مش مجرد تعريف شخصي، ده درع إلكتروني متكامل ليك، بيحميك وبيثبت مثلًا إن الأمان في الإمارات مش شعار، ده أسلوب حياة يعني. في سر تاني بقى هنتكلم فيه هو السحري للحياة الرقمية، ده المفتاح السحري للحياة الرقمية. دلوقتي ممكن ننقل من الحماية إلى القوة. يعني هل أنت تعرف إن بطاقتك دي مش بس بتحميك، لكنها كمان بتفتح لك أبواب عالم رقمي متكامل. قبل كده كانت كل المعاملة بتحتاج وقت، بتحتاج أوراق وتوقيع ولو كده يعني. لو عايز بقى أنت دلوقتي تفتح حساب بنكي، أنت لازم كنت تروح فرع وتملى بيانات وتستنى، لو عايز تجدد رخصة برضه تراجع الإدارة، تصور، تدفع وتستنى الطباعة والكلام ده كله. دلوقتي كل ده انتهى بفضل الهوية الرقمية اللي هي الUAE باس. الهوية الإماراتية بقت المفتاح اللي بيفعّل هويتك الرقمية، بمجرد ما تسجل باستخدام البطاقة وبصمة وجهك، موبايلك بيتحول لهوية رسمية تمامًا. عن طريق الUAE باس ده ممكن تقدر تدخل على أكتر من 15,000 خدمة حكومية وخاصة من خلال تسجيل دخول واحد بس. أول ما تخش البرنامج ده يعني من نفس التطبيق تقدر تجدد الرخصة وتدفع فواتيرك، توقع عقد إيجار، تفتح حساب بنكي، تشارك مستنداتك الرسمية بأمان تام.
كل ده بدون كلمة سر ولا أوراق ولا حتى خطوة واحدة خارج بيتك. لكن الميزة اللي فعلًا بتخلّيك تقول واو يعني هو التوقيع الرقمي. توقيعك الإلكتروني من خلال الUAE Pass دلوقتي هو نفس القوة القانونية لتوقيعك بخط الإيد. يعني تقدر تمضي عقد إيجار أو تبيع عربية أو توافق على معاملة رسمية وأنت في بيتك بس بدوسة زرار يعني. التكنولوجيا دي مش بس راحتك، دي ثورة في طريقة إدارة الحياة اليومية في الإمارات. والأجمل كمان إن في التطبيق محفظة رقمية بتخلّيك تحتفظ بكل أوراق وهويتك والرخصة وجواز السفر وشهادة الميلاد كلّها نسخ رسمية مش مجرد صور. يعني أي حد عايز نسخة رسمية أنت بتبعت له الصورة بتطلع أوتوماتيك من الUAE Pass في أي معاملة. كل أوراقك الرسمية موجودة على البرنامج. أنت مش محتاج بقى تعمل سكان لأي ورقة وتحطها على البرنامج عشان تبعتها لحد. كل حاجة جاهزة وورقة نضيفة موجودة متسجلة عندك في الUAE Pass ده. يعني فعليًا بطاقتك الإماراتية دي دلوقتي مش مجرد بطاقة، دي مفتاح حياة رقمية كامل اللي كل دول العالم بتحاول توصل لها. السر التالت بقى اللي هنتكلم فيه هي تبقى نافذة على المستقبل. تعالَ بقى نحكي عن المستقبل اللي الإمارات بدأت فعلًا تبنيه، اللي هي الهوية الرقمية مش نهاية الرحلة، دي البداية. تخيل معايا كده بعد فترة مش بعيدة يعني، مش محتاج تشيل بطاقة هوية مادية خالص. يعني مش محتاج تشيل البطاقة في جيبك. هويتك الرقمية مرتبطة ببصمة وجهك هتبقى كافية لكل شيء. المرور من بوابة المطار، عايز تشتري منتج أو حتى استلام سيارة من شركة تأجير من غير ما تمد إيدك في محفظتك وتطلّع أي حاجة. الذكاء الاصطناعي هيكون جزء من النظام يعني. هيفكّرك قبل انتهاء صلاحية جواز سفرك، هيجهّز لك الطلب ويستنى منّك التوقيع الرقمي بالموافقة. أو لا قدّر الله حصل ظرف طارئ صحّي، هيقدر مثلًا الدكتور مثلًا بموافقتك يوصل مثلًا فورًا لملفك الطبي الأساسي وينقذ حياتك. الهوية هنا مش مجرد تعريف، ده نظام حياة متكامل بيفكّر ويتعلم عشان يخدمك. وعلى المستوى الاقتصادي الإمارات كمان شغّالة على مشروع اسمه الإبراز، ده إطار تمويل مفتوح مربوط بالهوية الرقمية. يعني من خلال هويتك تقدر تدير كل حساباتك البنكية من مكان واحد. تلاقي مثلًا عروض تمويل مصممة خصيصًا ليك بشكل آمن جدًا ومحمي بأحدث التقنيات. الهوية الرقمية مش بس أداة، دي بوابة للمستقبل، وهي حجر الأساس في رؤية نحن الإمارات اللي هي 2031 اللي بتبني مجتمع متصل بأمان ومبتكر وفيه كل حاجة حديثة يعني. فكر فيها كده، بطاقتك دي هي تذكرة المستقبل وأنت دلوقتي جزء من التجربة دي. مش بس شريحة ذكية تحمي بياناتك، لأ توقيع كمان رقمي بيختصر أيام من الإجراءات مثلًا. وإن في نظام كمان ذكي بيبني مستقبل الإمارات. هويتك الإماراتية مش مجرد بطاقة، دي قصة نجاح رقمية بتجمع بين الأمان والراحة والمستقبل والرؤية المستقبلية. كل مرة تستخدمها هتفتكر إنك مش بتثبت شخصيتك، لأ أنت بتشارك في مشروع ضخم بيعيد تعريف معنى الهوية في القرن ال21. ودلوقتي بقى سؤال ليك، إيه أكتر حاجة أبهرتك في هويتك الرقمية في البطاقة اللي أنت شايلها دي؟ هل هو الأمان والّا السرعة والّا فكرة الهوية الرقمية نفسها؟ قُل لي بس في التعليقات واحكِ لنا إزاي غيّر حياتك الUAE Pass ده. وما تنساش بقى لو حابب تعرف أكتر عن الابتكارات اللي بتحصل حوالينا في الإمارات، اشترك في القناة وفعّل الجرس وخلّيك دايمًا أول حد بيعرف أسرار التكنولوجيا اللي بتغيّر المستقبل هنا في الإمارات. وأشوفك الفيديو الجاي، سلام.